من استوديو كي معاكم رانا الشريف. وأنا هشام أحمد. النهاردة هنفتح ملف ممكن نقول من أكتر الأسئلة التاريخية الشائكة والمثيرة للجدل في عصرنا. اللي هو سن السيدة عائشة بنت أبي بكر وقت زواجها من النبي محمد. بالظبط، النقاش ده كله محصور بين روايتين أساسيتين، الرواية التراثية التقليدية ورواية تانية ظهرت نتيجة المراجعات التاريخية الحديثة. ومهم جدا نوضح من البداية هدفنا هنا مش نهاجم دين أو ندافع عن أيديولوجية معينة. لا خالص، الهدف إننا نفهم سوا إزاي التاريخ بيتكتب وإزاي بيتفسر وليه صوت الجدل ده تحديداً بقى عالي قوي في السنين الأخيرة. تمام، خلينا نبدأ بالأولى، الرواية الكلاسيكية اللي عليها أغلبية علماء أهل السنة. اللي هي بتقول إيه ببساطة؟ بتقول إن السيدة عائشة كان عمرها 6 أو 7 سنين وقت عقد القرآن و9 سنين وقت إتمام الزواج الفعلي. طيب الرواية دي إيه اللي بيديها القوة دي كلها؟ ليه فضلت هي السائطة للقرون؟ بصي، الموضوع مش مجرد قصة بتتحكي، القوة بتاعتها جاية من الأدلة النصية المباشرة. يعني إيه نصية مباشرة؟ يعني في أحاديث واضحة وصريحة جداً في أصح الكتب بعد القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الأحاديث مش بتلمح، دي بتقول الرقم صراحةً. والأهم كمان زي ما أعتقد إن الروايات دي منقولة عن مين؟ تماماً، كتير منها منقول عن السيدة عائشة نفسها، يعني صاحبة الشأن هي اللي بتحكي القصة. وهنا بيجي دور علم الحديث، صح؟ الموضوع مش مجرد فلان عال. بالظبط، دي مش قصة مرسلة، دي رواية ليها حاجة اسمها إسناد. اللي هو سلسلة الرواة. أيوة، سلسلة موثقة بمين سمع من مين لحد ما نوصل للمصدر الأول. وعلماء الحديث كانوا بيعملوا زي تحقيق شامل عن كل راوي في السلسلة دي. يعني سمعته، ذاكرته، مصداقيته، كل ده. نظام دقيق جدا، وعشان كده شخصية زي هشام بن عروة وهو من أشهر رواة الحديث ده عليه كلام كتير. إيه قصته؟ المدافعين عن الرواية بيقولوا إن تلاميذه الكبار زي الإمام مالك سجلوا منه الحديث ده وهو في المدينة في عز تركيزه. يعني قبل ما يقال إن ذاكرته تأثرت لما راح العراق. بالظبط، فكأنهم بيقولوا إحنا معانا النسخة الأصلية الموثوقة من شهادته، وفي سلاسل رواية تانية بتؤكد نفس الأرقام من غير ما تعدي عليه أصلاً. نفس الكلام من طرق مختلفة. تماماً، فالحجة الأقوى عندهم من الآخر هي عندنا شهادة مباشرة من صاحبة القصة منقولة بأدق نظام توثيق تاريخي في وقته. وفي نقطة السياق التاريخي كمان. أكيد، في القرن السابع مفهوم النضج كان مرتبط بالبلوغ الجسدي، مش بسن معين على الورق زي دلوقتي. يعني الإمام الشافعي نفسه ذكر إنه شاف بنات في منطقة تهامة بتبلغ عند 9 سنين بسبب البيئة الحارة. أيوة، فالفكرة نفسها ما كانتش صادمة ليهم زي ما هي ممكن تكون صادمة لينا النهاردة. والنقطة الأخيرة بقى اللي أنا بشوفها قوية جدا هي حجة الصمت. صمت مين؟ صمت أعداء النبي. الناس دي في قريش كانت بتدور له على أي غلطة، المصادر مليانة بدي. صح؟ طيب إزاي محدش فيهم استغل النقطة دي ضده لو كانت حاجة مستهجنة أو غريبة في ثقافتهم؟ فعلا نقطة مهمة. صمتهم ده بيعتبروا المؤيدين للرواية أكبر دليل على إن الأمر كان طبيعي ومقبول تماما وقتها. أوكي، أنا معاك، شهادة مباشرة، توثيق صارم، وسياق ثقافي. بصراحة دي تبان قضية مقفولة. هي تبان كده فعلا. إيه بقى اللي يخلي أي حد يفكر في رواية تانية أصلاً؟ الجدل ده جه منين؟ الجدل بيبدأ لما نغير العدسة اللي بنبص بيها على النص ده، لما نبطل نشوفه كجزيرة لوحده ونبدأ نشوفه كجزء من خريطة تاريخية أوسع. إزاي يعني؟ هنا بتظهر الرواية التانية اللي بتقول إن عمرها كان أقرب ل 18 أو 20 سنة. طب ودي بتعتمد على إيه لو مفيش حديث صريح بيقول كده؟ لا، هي مش بتعتمد على حديث، دي بتعتمد على تجميع الأدلة زي ما المحقق بيشتغل، يعني حسابات واستنتاجات من أحداث تانية ليها تاريخ معروف. شغل تاريخي بحت. إيه أقوى دليل عندهم؟ أقوى حجة عندهم هي عملية حسابية مركزها أختها الكبيرة أسماء بنت أبو بكر. أوكي. في مصادر تاريخية مهمة بتقول معلومتين. الأولى، أسماء كانت أكبر من عائشة ب10 سنين. التانية، أسماء ماتت سنة 73 هجرية وعمرها 100 سنة. طيب خلينا نحسبها. لو ماتت سنة 73 وهي عندها 100 سنة، ده معناه إنها اتولدت قبل الهجرة و27 سنة. تمام، يعني وقت الهجرة كان عندها 27 سنة. ولو عائشة أصغر منها ب10 سنين يبقى وقت الهجرة كان عندها 17 سنة. بالظبط، وهي اتجوزت بعدها بسنتين تقريباً، يعني دخلت بيت النبي وهي عندها حوالي 19 سنة. دي الحجة الرياضية الأساسية بتاعتهم. دي أرقام مختلفة تماماً عن 9 سنين. جدا، وبيبني على ده أدلة تانية، مثلا وجود السيدة عائشة في معركة أحد. اللي كان ممنوع فيها مشاركة اللي أقل من 15 سنة. تمام،
لو عمرها كان 10 سنين وقتها حسب الرواية الأولى، وجودها هناك هيبقى صعب تفسيره. وفي كمان نقطة إسلامها المبكر، اسمها بيجي في قوائم السابقين الأولين. وده مستحيل لو كانت طفلة لسه مولودة وقتها. وآخر حاجة إنها قبل النبي كانت مخطوبة لشخص تاني اسمه جبير بن مطعم. وده بيدي إيحاء إنها كانت بالفعل في سن الزواج المتعارف عليه. الحجج دي تبان قوية ومنطقية جدا، صح؟ جدا. بس استنى، لو الحسبة دي بالوضوح ده، إزاي الرواية التانية هي اللي سيطرت لقرون؟ أكيد في رد على الكلام ده. أكيد. وهنا بقى النقاش بيحمى. منتقدي الرواية دي بيقولوا إن كل ده استنتاجات. يعني مش نصوص مباشرة. بالظبط، كأنك بتقارن شهادة شاهد عيان مباشر بتحليل المحققين اللي بيجمعوا أدلة من مسرح الجريمة. القوة مش واحدة. طب والرد على الحسبة الرياضية نفسها اللي هي أساس النظرية كلها؟ هنا بقى بتيجي الضربة المضادة. بيقولوا إن المعلومة اللي بتقول إن أسماء ماتت وعمرها 100 سنة، المعلومة دي نفسها عليها خلاف. إزاي؟ في مؤرخين كبار زي الإمام الذهبي لما حققوا في المصادر وصلوا النتيجة إن عمرها وقت الوفاة كان أقرب ل91 سنة مش 100. استنى، ده يغير كل حاجة. يهد الحسبة كلها. لو عمرها 91 لما ماتت سنة 73، يبقى وقت الهجرة كان عندها 18 سنة. ولو عايشة أصغر ب10 سنين، يبقى كان عندها 8 سنين وقت الهجرة، واتجوزت بعدها بسنة، يعني 9 سنين. رجعنا لنفس الرقم الأولاني. شهد كله. وفي اتهام أخير بيتوجه لوجهة النظر دي، اتهام بالتحيز. بيقولوا إنها محاولة لتفسير التاريخ عشان يتوافق مع قيم العصر الحديث. يعني كأننا بنحاول نلبس التاريخ نظارة عصرية. وده ياخدنا للسؤال الأهم، ليه أصلاً الموضوع ده بقى ساحة معركة فكرية دلوقتي؟ إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير هو تصادم بين عالمين، عالم النص التراثي وعالم المعايير العالمية الحديثة. أول حاجة هي إن منظمات حقوق الإنسان العالمية بقت بتعرف الزواج تحت سن 18 بإنه زواج أطفال. التعريف ده لوحده خلق صدام مباشر مع الرواية التقليدية. وده فتح الباب لمنتقدي الإسلام إنهم يستخدموا الرواية دي كسلاح للهجوم على شخصية النبي. بالظبط. وده خلى كتير من الباحثين المسلمين يعيدوا فحص الأدلة، سواء عشان يدافعوا أو عشان يقدموا رواية بديلة. والسبب الثالث هو تطور أدوات البحث التاريخي نفسها. يعني إيه؟ يعني المؤرخين دلوقتي بيعملوا مقارنات بين خطوط زمنية مختلفة، يجيبوا تاريخ ميلاد ده مع وفاة ده مع تاريخ معركة ويحطوهم جنب بعض ويدوروا على أي تناقض. شغل ما كانش بالدقة دي زمان. وفي الآخر بنلاقي نفسنا قدام صراع بين فلسفتين في التعامل مع التاريخ. هي دي أهم نقطة، الصراع بين اليقين النصي وإعادة البناء السياقي. ممكن توضح أكتر؟ يعني الفريق الأول بيقول أنا عندي نص صريح في أصح كتاب، ده الأساس بتاعي، أي حاجة تانية تتعرض معاه هي اللي غلط. والفريق التاني بيقول لا، التاريخ شبكة متصلة، الأساس بتاعي هو الصورة الكاملة. لو عندي نص واحد حتى لو قوي بيخرم الشبكة دي، يبقى لازم أراجع النص نفسه. وهو ده جوهر الخلاف كله، مش مجرد خلاف على رقم. طيب وسط كل الخلاف ده، هل في أي أرض مشتركة؟ أي نقط بيتفق عليها الطرفين؟ ودي نقط مهمة جدا. أهم نقطة اتفاق هي أهمية السياق. إننا ما ينفعش نحاكم مجتمع من 1400 سنة بقيم النهاردة. بالظبط. تطبيق معايير القرن ال21 على القرن السابع ده تشويه للتاريخ، أيا كانت الرواية اللي بتميل ليها. ودي نقطة مفصلية. النقطة التانية اللي ما فيهاش أي خلاف هي الإرث الفكري والعلمي الضخم للسيدة عائشة. بغض النظر عن عمرها وقت الزواج، مكانتها كواحدة من أهم علماء الإسلام أمر مفروغ منه. إحنا بنتكلم عن شخصية روت أكتر من 2200 حديث، جزء ضخم جدا من تفاصيل حياة النبي وصلت لنا عن طريقها هي. يعني لولاها فصل كامل من التاريخ الإسلامي كان ممكن يضيع. في نهاية التحليل ده إحنا مش هنقدم إجابة نهائية، مفيش، لكن هنسيب المستمعين مع أسئلة يفكروا فيها. بعد ما سمعنا الحجج دي ودي، أي رواية بتبان مقنعة أكتر؟ هل هي الرواية المبنية على قوة النص الموفق، ولا اللي مبنية على إعادة تركيب الصورة التاريخية؟ وهل المفروض نقرأ النصوص التاريخية بشكل حرفي ومنعزل، ولا دايماً في سياقها الأوسع؟ والسؤال الأخير، هل ممكن الروايتين دول يتعايشوا مع بعض؟ يعني واحدة بتعبر عن حقيقة النص زي ما اتكتب، والتانية عن حقيقة البحث التاريخي الحديث؟ ويمكن السؤال الأهم من كل ده مش هو إيه الرقم الصح، يمكن السؤال هو الجدل ده كله بيقول إيه عننا إحنا النهاردة؟
حقيقة إن الموضوع ده بقى قضية مركزية في آخر 100 سنة ممكن تكون بتقول عن قلقنا إحنا أكتر ما بتقول عن حقيقة تاريخية قديمة. في استوديو كي بنؤمن إن الأسئلة الصعبة تستحق نقاش هادي مش صريخ، وفهم أعمق مش أحكام متسرعة. نتمنى نكون قدرنا نوضح أبعاد الموضوع المعقد ده.